لما تتابع الأحداث داخل القطبين الكبيرين، بسبب ظاهرة انتقال زيزو، هتلاقي اللي بيحصل في جملة قصيرة إن زيزو ضرب بومبة في نادي الزمالك، انفجرت، نقل للأهلي فانتشرت شظاياها، يعني ممتدة المفعول. النهارده ما تزال تداعيات صفقة زيزو بتلقي بظلالها السلبية الخطيرة على نادي الزمالك. هو مشي لكن يعني ما زال موجود بآثاره، أزمات بين اللعيبة، مشاكل في الفلوس، ارتفاع في الأسعار، تأجيل في التعاقدات، كله اشمعنى زيزو. في طبعا بعض المحاولات للتغطية يعني على هذه السلبيات، لكن مفروضة لأنه الواقع بيقول كده. قرب الموسم يخلص وما تزال برضو بعض الأمور العالقة بشأن الأمور المالية التي اتسعت بشكل كبير وانتقلت إلى النادي الأهلي، لأنه برضو مسألة الفلوس والتعاقدات الكبيرة والمبالغ الطائلة والإنفاق اللي يعني بلا منطق. صفقة يعني جديرة بالدراسة، صفقة واحدة لم تتم بشكل عملي ولم تنفذ، ولم نرى زيزو في الملاعب حتى الآن، لا بيكمل مع الزمالك ولا لسه أعلن رسميا في الأهلي. وكانت لهذه الصفقة كل هذه التداعيات المثيرة للجدل واللي أثرت بشكل كبير جدا جدا على الكرة المصرية كلها، مش على الزمالك فقط، بأخطاء كتيرة، بمشاكل كتيرة، بعدم استفادة من بيعه، ثم زي ما بقول لارتفاع أسعار بمبالغ كبيرة. في النادي الأهلي اللي كان طالب 20 بقى النهاردة بيتكلم في 50 و70 و80، ودي قضية في منتهى الخطورة، إنه الأسعار ارتفعت بشكل كبير في سوق مضروب، مفيش مستوى. قلت لكم قبل كده ان ده اسوأ موسم كروي في الكرة المصرية من سنين. الاندية الكبيرة كلها ضربت شقلباظات. فازاي الاسعار ترتفع بالشكل ده ومفيش مستويات ولا كورة؟ والمصلحة مين ارتفاع الاسعار دي؟ هو مين المستفيد من القصة دي كلها؟ اذا كان اللعيب بس تبقى مصيبة لان الاندية ما بتستفدش، واذا كانت الفلوس بتطلع والعملة الصعبة موجودة بالشكل الكبير ده، طب احنا بنشتكي من ايه؟ يعني طالما الخير كتير والصرف بالهبل، فا ايه المشكلة يعني؟ تبقى الدنيا ماشية كويس. لكن لا، في المقابل لا، المستويات والاداء والنتائج والمحصلة صفر. وبالتالي مسألة انه الدنيا تولع بالشكل ده والناس تبدأ تتكلم بقى، والسوشيال ميديا والصراعات بين الجماهير والجمهورين والهسا، والمستفيد هو اللعيب، اي لعيب. مش بتكلم عن زيزو بس، زيزو بس هو الظاهرة التي ستذكر في التاريخ انها عملت نقلة كبيرة في اسعار بورصة لاعبين الكرة المصرية، وفي ظل تراجع مستوى الكرة المصرية. دي ظاهرة محتاجة العلماء يدرسوها ويتحاكم او يتسأل عنها من تسبب فيها وكان سببا في ان المغالاة توصل لهذه الدرجة. اعتقد انه يعني الناس بدأت تصحى وتتصحصح شوية وتتلحلح في كلام ان في الوزارة هتعمل لجنة وهتتابع الامور المالية وهتدخل وتسأل وتشوف. صحيح الكلام ده سمعناه كتير، ومسألة الرقابة المالية المشروعة للجهة الإدارية اللي هي الوزارة، لكن ما بنشوفش حاجة من هذا القبيل. على كل حال السباق الفني مشروع، لكن الصراع بالمغالاة هو اللي غير
مشروع. وبالتالي احنا قدام موقف خطير جدا جدا جدا. في كلام انه في توجه للتدخل، للرقابة والمحاسبة والمساءلة وتصحيح الأوضاع، خصوصا في تعديلات قانونية جديدة. احنا محتاجين في الشارع الكروي حاجات كتير، أهمها الضبط والربط. شكرا لحضراتكم.